حديث الاثنين. برنامج أسبوعي يأتيكم كل اثنين. قضايا محلية، رؤى شبابية، ومتابعة أهم المبادرات والظواهر في المجتمع المحلي. تابعونا عبر أثير هلا اف ام في حديث الاثنين عند 2 ظهرا مع تركي البلوشي. أسعد الله مساءكم مستمعي هلا اف ام مجددا. إذا نلتقي مرة أخرى في برنامج حديث الاثنين على الموجة 102.7، ونتطرق إلى قضايا جديدة تشهد السلطنة بين فترة أخرى. واليوم تحديدا سنتطرق إلى موضوع اقتصادي يهم الكثير، يعني من يهم الرأي العام بشكل عام، ويهم الكثير أو تهم الكثير من القطاعات. هو يعني قضية أو هي قضية طرحتها الجمعية الاقتصادية العمانية في مؤتمرها السادس الذي عقد قبل أيام، وركز على محور التنمية المستدامة. الجمعية الاقتصادية العمانية ربما ضربت ناقوس الخطر حول الرؤية 2020 تحديدا، وتحدثت عن أبرز ملامح النجاح وأيضا الإخفاقات التي حدثت لهذه الرؤية التي أصبحت لها دعوات بأن تحال إلى التقاعد. طبعا سيكون معنا اليوم في البرنامج كل من الدكتور سعيد محمد الصقري، وهو عضو بالجمعية الاقتصادية العمانية، وأيضا أكاديمي وباحث متخصص في الشؤون الاقتصادية. وأيضا معي الأستاذ صالح سعيد سالم مسن، وهو أمين سر الجمعية الاقتصادية. ومرحبا بكم الأستاذ صالح برنامج حديث الاثنين. مرحبا بك أيضا دكتور سعيد محمد صقري. يعني نرحب بكم ونحن تقريبا في أسبوع يعني شهد مؤتمر مهم، هو مؤتمر التنمية المستدامة، والذي يعني المؤتمر الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية، وتبنت فكرته وتبنت أيضا المحاور التي تطرق لها المؤتمر. دكتور سعيد، راح أبدأ معك بالحديث عن مفاتيح المؤتمر، المفاتيح المحورية في القضايا اللي طرحت الأوراق العمل في هذا المؤتمر، وأيضا سنعرج على الرؤية 2020 كمحور أساسي يعني تم التطرق إليه في هذا المؤتمر. فمرحبا فيك. أهلا وسهلا. في حقيقة الأمر المؤتمر كان له عدة أهداف. من أهم أهدافه هو توسيع معرفة الناس بمفهوم التنمية المستدامة. ما هو المقصود بالتنمية المستدامة؟ نعتقد بأن هذا أمر مهم جدا جدا، عامة الناس وجميع الأطراف المهمة في المجتمع يجب أن تعي ما هو المقصود بالتنمية المستدامة. هذا كان هدف. أيضا من ضمن الأهداف هو محاولة استشراف المستقبل. ماذا سيكون ما هي البدائل المتاحة للتنمية الاقتصادية في السلطنة. هذا أيضا كان من ضمن أهداف المؤتمر. وأيضا كان من أهداف المؤتمر هو الاتفاق على المؤشرات التي ممكن أن نتبناها وأن تكون بمثابة مؤشرات نقيم بها التنمية المستدامة التي نسعى أن نحققها منذ 40 عام. نعم. وفي حقيقة الأمر أيضا كان من ضمن الأهداف هو دراسة والتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ممكن أن تخلق فرص عمل كبيرة وكثيرة، وأيضا النظر في وأن تساهم وبشكل كبير جدا جدا في التنمية الاقتصادية وفي تحقيق التنمية المستدامة. نعم. هذه طبعا بعض الأهداف. نعم. لكن دكتور، ألا تجد بأن هذه المحاور يعني هناك مؤتمرات بالجملة ربما حدثت في سلطنة عمان في الفترة الماضية، يعني خلال السنوات الماضية، وحتى في هذا العام يعني هناك مؤتمرات ركزت على الجوانب الاقتصادية والتنمية المستدامة كمفهوم يعني جديد، يعني تحاول السلطنة المضي فيه. الأستاذ يعني صالح سعيد، أنت عضو بالجمعية الاقتصادية العمانية، والجمعية الاقتصادية أيضا إحدى مؤسسات المجتمع المدني. هناك أيضا نظرة أو ربما رؤية
تبنتها الجمعية الاقتصادية في محاولة لإنقاذ ربما يعني أو القول تعديل أو تصحيح أوضاع الخطط الاقتصادية. نريد نركز أيضا على رسالة الجمعية من خلال هذا المؤتمر في إيصال رسالة واضحة ومحددة خرجت بها الجمعية من خلال توصيات في إمكانية تصحيح المسار بالنسبة لخطط التنوية، بالنسبة لخطط التنمية المستدامة تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسي على المستمعين الكرام. حقيقة الجمعية يعني مهمتها الرئيسية هي أن تتدارس الوضع الاقتصادي في عمان، لأنها تضم مجموعة من الأكاديميين والمختصين و يعني المهتمين بالجانب الاقتصادي. أظن الآن هو الوقت المناسب أن نتناقش بشكل هادئ جدا عن ما وصلت إليه التنمية في عمان، وهو وضع صحي جدا، يعني أن يتناقش وأن نستجلب الخبرات من داخل الوطن وخارج السلطنة، ويعني يتم نقد يعني جلسة مع الذات ومراجعة النفس وتحديد المشاكل التي تمر بها السلطنة واستشراف للمستقبل. الإنسان بدون أن يراجع نفسه يعني الكمال لله جل وعلا، وكل التجارب الوضعية معرضة للخطأ والصواب. فعمان يعني قطعت شوط كبير في عدد من الجوانب الاقتصادية، ولكن كان هناك بعض الإخفاقات في بعض الجوانب الأخرى. البعض ينقد الرؤية 2020 وأنها لم تستطع أن تصل بعمان إلى الأهداف المرجوة. فالآن الخبراء لنسمع كلام الخبراء ماذا لديهم. كان هذا هو المؤتمر لنستمع لآراء مختلفة ومتعددة ومن أبعاد يعني مختلفة، سواء البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي. كان هذا هو هدف المؤتمر، وثم الخروج بتوصيات، ونتمنى من جهات أو صناع القرار أن يأخذوا هذه التوصيات بعين الاعتبار. سنعود إلى قضية التوصيات يعني مع الدكتور سعيد تحديدا. توصيات مهمة خرجت بها أو خرج بها المؤتمر دكتور سعيد، يعني وتدعو بشكل واضح ومحدد إلى إمكانية وضع خطط جديدة وبديلة تتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، الاقتصادات العالمية أيضا. يعني إلى أي مدى يمكن الخروج أو عفوا يعني أن تصل هذه التوصيات والقرارات المقترحة إلى أصحاب القرار في السلطنة في تصحيح وضع يعني الخطط الاقتصادية؟ في حقيقة الأمر هذا يعتمد على صناع القرار. نحن كل ما علينا هو مثل ما قلت في البداية هو التوعية وعمل مسح للمشاكل لنعتقد حقيقية التي يعاني منها الاقتصاد، وهذه حقيقية ويجب عدم أن نتحرج أو نخجل منها. في حقيقة الأمر يجب أن نعترف بأن كثير من أهداف الرؤية المستقبلية لم يكتب لها التوفيق وأخفقت، وحتى أن البعض يعني يعتقد بأن بعض أهدافها في حقيقة الأمر فشلت. هل سيستجيب صناع القرار؟ أنا أعتقد الوقت مواتي جدا جدا، وهناك خلينا نقول حراك اجتماعي، وهناك قناعة سياسية بأن لا بد من مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي ممكن أن نعتبرها مصيرية. هل تعتقد دكتور سعيد، وأنت أيضا عضو بالجمعية الاقتصادية وباحث في مجالات يعني الاقتصادية، بأن هناك يعني هل يدرك صناع القرار، هل تدرك الحكومة بشكل واضح ودقيق أن الخطة أو الرؤية 2020 فشلت، وأن الكثير يعني من الأهداف التي رسمت لها لم تحدث، وتحديدا ما يخص تنويع مصادر الدخل؟ إلى الآن يعني تبلغ نسبة يبلغ نسبة اعتماد السلطنة على الدخل الوطني على الإيرادات النفطية تحديدا، وبنسبة عالية، يعني تجاوز ربما يصل إلى 80%. ربما نعم يصل إلى 80%، وهي نسبة عالية جدا. نعم. يعني هو حسب القطاع. نعم. هو في حقيقة الأمر يجب أن نكون صريحين يعني بأن جهود التصنيع في خلال الفترة الماضية
كانت متواضعة جدا جدا، ولم يتم الارتفاع بمستوى القطاع الصناعي كما كان ينبغي. وحتى بعض الخبراء يدعي بأن جهود التصنيع فشلت فشلا كبير جدا جدا. وليست هناك صناعة حقيقية قائمة ومستقلة عن النفط، فلا يزال الاعتماد على النفط كبير جدا جدا، وحتى الصناعات القائمة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على النفط. كما أن صحيح هناك تطور كبير في كثير من القطاعات الاقتصادية وقطاع الخدمات، وحتى زادت نسبة الصادرات الغير نفطية، ولكن لا تزال مساهمة مثل ما قلنا مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي عالية مرتفعة جدا. مساهمة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات مرتفعة. والإيرادات الحكومية تعتمد وبشكل كبير جدا جدا على الإيرادات من النفط. فأنا أعتقد أكيد بأن صناع القرار يعوا، ولا أعتقد بأن هناك تجاهل، لأن الحقائق نحن الأرقام هذه التي أمامنا في حقيقة الأمر نأخذها من عندهم. هل هذه الأرقام تعتقد أنها مخيفة وتنذر بأشياء يعني ربما تكون سالبة على بالنسبة بالوضع بشكل عام، يعني على مستوى تتحدث عن تنمية تنمية الموارد البشرية، تنويع مصادر الدخل، أيضا قضية توفير فرص عمل، خلق ما يسمى باقتصاد القيمة المضافة، يعني اقتصاد قائم على اقتصادات أخرى وغيرها. يعني أنا الحقيقة يجب أن لا نضخم الأمور. أنا أعتقد بأن ما أنجز يجب أن لا نقلل من ما تم إنجازه. هناك بنية تحتية جيدة وتشمل كافة ربوع السلطنة. هناك أيضا تنمية بشرية جيدة لا بأس بها، وهناك أيضا موارد مالية وفوائد يجب أن نستغلها ونستفيد منها. أنا أقلق إذا لم نصحح المسار، ولكن أنا أعتقد وضعنا الأساسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. إذا ما صححنا المسار وضعنا الأساسات اللازمة لتنويع مصادر الدخل، ولكن هذا يجب أن يتم بمشاركة الأطراف المهمة في المجتمع وفي صنع القرار، من ضمنهم طبعا مثل ما قلنا القطاع الخاص، المجتمع المدني مع الحكومة يد بيد حتى يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة. نعم. أستاذ صالح، أنا أعود إليك ولكن بمحور مهم يعني تطرقت إليه المؤتمر يعني بشكل مكثف، واللي هو بناء الموارد البشرية. ويرى كثير من الباحثين يعني وحتى الجمعية الاقتصادية تحدثت عن فكرة القضايا الديموغرافية اللي تحدث في المنطقة بشكل عام، وبينها المرتبطة ببناء كفاءات والموارد البشرية بشكل أفضل. يعني كيف ركز المؤتمر على هذه القضية، باعتبار أن الخبراء وأيضا جمعية الاقتصاديين تتبنى فكرة أن التأهيل أو الوصول إلى موارد بشرية يعني على كفاءة عالية لم تصل إليها الخطة، لم يعني تستطع أن تقوم بتنفيذها. هو حقيقة التنافس الحالي بين جميع الدول في العالم هو يعني الحصول على المعرفة وخلق وصنع المعرفة، وأساس المعرفة هو العنصر البشري. فإذا كان استطعنا أن نؤهل هذا العنصر من تعليم وتدريب، نستطيع بذلك أن يعني ندخل مرحلة جديدة وما يسمى باقتصاد المعرفة. حقيقة يعني الآن هو السباق محموم بين العديد من الدول في العالم للدخول في مرحلة ما يسمى باقتصاد المعرفة، وأن تكون المعرفة هي العنصر الثالث الرئيسي من عناصر الإنتاج اللي هي رأس المال والعمل، وأن يكون المعرفة أو التكنولوجيا هو العنصر الرئيسي. لذلك هو من خلال المؤتمر كان هناك جلسة
كان هناك الدكتور محمد مراياتي، وهو حقيقة رجل يشار له بالبنان في هذا المجال، وتحدث عن مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وعلى أن المعرفة هي عنصر أساسي في التنمية، ولا بد من تأهيل الشباب وتعليمهم وتدريبهم وخلق فرص فيما يسمى أن تكون المعرفة عنصر رئيسي في يشكل قيمة مضافة، وأن يتم التوجه إلى صناعات المعرفية. البعض يختلف في ذلك ويقول أن لازلنا نحن بعيد جدا عن اقتصاد المعرفة، وأن هذه الورقة يجب أن تلقى في دول مثل شرق آسيا، ولكن لا أتفق جدا مع هذه النظرة. بالعكس، احنا أمامنا قطعنا شوط لا بأس به من الناحية المعرفية، ولكن لا زال أمامنا خط طويل جدا، وأنا ثقتي كبيرة في شباب عمان، وإحنا عندنا الكفاءات موجودة، ولكن كيف أن نضع هذه الكفاءات على السلم الصحيح. نعم. طيب دكتور، أيضا هناك محور مهم يعني تطرق للمؤتمر أيضا، هو ما يخص التعليم بكل يعني القواعد الأولى والثانوية، يعني الأولويات من ابتداء من التعليم، كل مراحل التعليم، نعم. والتعليم ما بعد المرحلة الجامعية أيضا، والتعليم العالي تحديدا. نعم. كيف رأى المؤتمر، أو كيف تنظرون أنتم كخبراء أيضا بالنسبة للتعليم كمحور أساسي في كل القطاعات الأخرى؟ هو الحقيقة الآن المطروح هو المواءمة بين مخرجات التعليم المختلفة، التعليم العام والتعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل. أعتقد هذا هو بيت القصيد. والقطاع الخاص من ناحية يشتكي ويقول بأن ليست مخرجات التعليم جيدة بما فيه الكفاية حتى أنا أستقبل وأوظف العمانيين. نعم. ومن ناحية أخرى طبعا الحكومة صار لها سنين طويلة جدا جدا تعمل على نشر ربوع التعليم في مختلف مناطق السلطنة. في حقيقة الأمر الدكتورة مريم إذا تسمح لي هي وتكلم بالإنابة عنها، لأن هي ألقت ورقة عن التعليم في عمان. هي خبيرة ويشهد لها، قدمت بحوث كثيرة في التعليم، وحقيقة كانت من أكبر الناقدين لمخرجات التعليم. نعم. وبأن مخرجات التعليم العام لا تتوائم مع متطلبات سوق العمل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا مخرجات التعليم العالي، مخرجات التعليم الجامعي فيها مشكلة كبيرة جدا جدا، حتى بأن يعني في مؤشرات، بعض المؤشرات التي تقاس بها مخرجات التعليم هو إمكانية العمل ولا سرعة الحصول على الوظيفة. فأعتقد المخرجات، خلنا نقول وحتى يعني نكون دقيقين جدا جدا، بأن أكثر مخرجات التعليم من جامعة السلطان قابوس لا تعاني من مشكلة إيجاد فرصة عمل، بل بالعكس هناك طلب على مخرجات الجامعة. نعم. ولكن هناك تعليم خاص، وكثير منهم حقيقة ياخذ شهادات. نعم. ويعاني مقادر، يعني كثير منهم يشتري شهادة وما يقدر يحصل وظيفة. نعم. دكتور، دعنا يعني نضع أيضا يعني نقطة حول الجدل المثار أيضا بين كيفية المواءبة بين سوق العمل وبين أيضا مخرجات التعليم. ولكن هناك نقطة أخرى، يعني إذا كنا نتحدث عن اقتصاد المعرفة، الاقتصاد المعرفة قائم على التعليم أيضا كأساس، وأيضا يعني قائم على أن لا يكون فقط التعليم من أجل الوظيفة، صحيح. وإنما التعليم من أجل بناء، من أجل إثراء أكبر يعني في مجال التخصصات كافة، سواء كانت الإنسانية والعلمية أيضا. صحيح. فكيف يمكن الربط بين الموضوعين، بأن فقط أن يكون التعليم مرتبط يعني فقط بالوظيفة، أم التعليم من أجل بناء قطاعات علمية أكبر وأفضل؟ هو لابد، يعني الإنسان متى يبدع؟ الإنسان يبدع لما إذا استطاع أن يختار وأن يحدد بمحض اختياره المجالات التي يريد أن يدرسها ويريد أن يتخصص فيها وإلى آخره. لكن دور الحكومة هو في حقيقة الأمر دور مهم جدا جدا في توجيه التعليم، وفي الخروج بإنسان عنده إبداع، عنده مقدرة على الإنتاج، إنسان قادر على
المساهمة في التنمية. نعم. وفي دول كثيرة مثلا على سبيل المثال تستحضر من الآن سنغافورة من الدول التي من التجارب الناجحة تعتبر في دول العالم، واستطاعت المواءمة والتوفيق بين متطلبات التعليم كمعرفة وعلم ومتطلبات سوق العمل. استطاعت أن تحقق ذلك حقيقة، لأن الإنسان يعمل كما نحن الاقتصاديين دائما نقول يحتاج إلى حافز. نعم. إذا وجدت الحوافز الإنسان بشكل تلقائي سيتجه إلى ما يمكن أن يحقق له أقصى عائد وأقصى فائدة ممكنة. وعلى هذا الأساس يعني اعتمدوا على توجيه الناس بإيجاد الحوافز الكفيلة أو الكافية لمن أراد مثلا الحكومة. خلنا ناخذ قطاع على سبيل المثال، خلنا نقول الحكومة أو ربما الدولة تحتاج إلى أطباء. نعم. فتركز على أن تركز مواردها وتخصصها لمن أراد أن يتخصص في علم الطب. نعم. وبالتالي من كانت عنده الميول وعنده الرغبة سيتجه. طيب إلى دكتور سعيد، دعني أسأل سؤال معاكس سيكون يعني صالح، أنت أيضا لديك خبرة في مجال التخطيط. هل إذا كان هناك الحديث يعني عن تحديات تواجه قطاع التعليم، وهذا الحديث ظهر في مؤتمر وحضر فيه مسؤولين، وهذه الورقة على سبيل المثال متعلقة بالتعليم تحدثت عنها إحدى يعني المتحدثات التي تعمل في مؤسسة حكومية، مؤسسة تمثل وزارة التربية والتعليم. لماذا لا يتم معالجة هذه المشاكل؟ لماذا لا يتم تقديم رؤية متكاملة، رؤية من باحثين، من خبراء، من أيضا مؤسسات مجتمع مدني فيما يخص التعليم كجزء مهم ومحوري في بناء الخطط الاقتصادية أيضا للدول وتحديدا العمان؟ يعني هو حقيقة مثل ما أشارت الدكتورة مريم في ورقتها أثناء المؤتمر أنه لم يكن هناك رؤية واضحة للتعليم. هل كان يعني بناء على هذا الكلام هل كان بسبب تقديم رؤية من طرف واحد؟ لا، هو مش بسبب يعني انه رؤيه من طرف واحد، الرؤيه نفسها مش موجوده اساسا مثل ما انا فهمت من ورقه الدكتوره مريم، فهو هالسبب. لكن الان كذلك اشارت هي الدكتوره الى ان الان هناك عمل كبير جدا يساق من قبل مجلس التعليم لصياغه رؤيه جديده للتعليم، فيتشارك فيها عدة الجهات القائمة على التعليم اللي هي جامعة السلطان قابوس ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وعدد من وزارة القوى العاملة، عدد من المؤسسات التي تقوم على التعليم. هو حقيقة يعني عندما لا يكون هناك خطة يكون هناك تخبطات كثيرة. الخطة هي توضح لك أين تريد وأين أنت الآن وكيفية الوصول إلى الهدف. أما إذا أنت لا تعلم أين أنت تقف وماذا تريد وكيفية الوصول إلى المراد تنشأ العديد من التخبطات، وهو اللي حصل عندنا في الجانب التعليمي. أتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر، وأنا مستبشر خيرا بمجلس التعليم، ويبدو لي أنه القائمين على مجلس التعليم ناس كفاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. إذن أيضا هناك محاور أخرى، وربما رسالة من رئيس الجمعية الاقتصادية الأستاذ الشيخ محمد الحارثي، يعني كما يقال ربما ضرب المسمار الأخير في نعش يعني الرؤية 2020 حسب الكلمة التي ألقاها. سنتحدث عن هذا الجانب بعد هذا الفاصل الإعلاني. هلا FM 102.7 مزاجك بالعربي. اكتشف رفاهية هيونداي الحديثة. ضمان هيونداي المميز بلس 2013 الجديد يمنح عشاق جينيسيس والسنتينيال ضمان إعادة الشراء بأعلى قيمة، مستشار خاص بالخدمة، عقد صيانة مجانية لمدة 5 سنوات، ضمان المصنع لمدة 5 سنوات بدون تحديد الكيلومترات، خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، سيارة مؤقتة مجانا، وخدمة استلام وإعادة السيارة من وإلى منزلكم. تطبق الشروط. اكتشف ضمان هيونداي المميز بلس لتحيا بتألق. هيونداي. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. اليوم نبدأ برنامجنا بوصفة الكثير من مستمعينا يطلبونها،
وصفة صالونة الدجاج. المقادير: دجاجة الصفاء كاملة، الدجاج بالثوم والعسل، 500 غرام من دجاج الصفاء خالي من العظام، نصف ملعقة. ولتحضير الدجاج على طريقة شيزوان: شوربة يقدم ساخنا ويزين بأوراق الكزبرة الخضراء. ما سمعتوا الوصفة الأخيرة؟ في الواقع هناك الكثير من الأصناف الشهية التي تعد باستخدام دجاج الصفاء اللذيذ، وما ممكن نذكرهم كلهم في هذا الوقت القصير. دجاج الصفاء 100% طبيعي ولذيذ، 100% حلال، و100% عماني. الصفاء. الكنز مليونير يعود إليكم مرة أخرى ب1,000,000 ريال الآن، وب100 ريال فقط يمكنك الفوز ب1,000,000 ريال. 1,000,000 ريال لفائز واحد مع السحب الأكبر والجوائز اليومية. اجعل الكنز مليونير من البنك الوطني العماني اختيارك الأوحد للتوفير والفوز. للحصول على المزيد من المعلومات اتصل على الرقم المجاني 800-77-077 أو أرسل رسالة نصية بالحرفين AK إلى الرقم 90303. تطبق الشروط والأحكام. السباق العربي الأول للإبحار الشراعي عبر أمواج الخليج يعود من جديد. تفخر عمان للإبحار بتنظيم النسخة الثالثة من الطواف العربي للإبحار الشراعي لبنك EFG. تابعوا السباق الآن وشجعوا فرقكم، خاصة بوجود 4 قوارب عمانية من بين 9 المشاركة في الطواف، والتي ستعبر 8 محطات جميلة عبر مياه الخليج العربي. لمزيد من المعلومات زوروا sailingarabia.com أو تابعونا على صفحة عمان سيل بالفيسبوك. كما يمكنكم الاطلاع على آخر مستجدات السباق حيثما كنتم بتثبيت تطبيق الطواف بهواتفكم باسم سيلينج أرابيا. بول تايلور مصمم الرقص المعاصر الشهير سيتألق مع فرقته في مسقط ضمن جولتهم حول العالم بأداء ملهم لا ينسى، ليقدم بعضا من أبرز أعماله بما فيها نار بروميثيان والمحبوب المتمرد. لقبت الصحافة العالمية بول تايلور بسيد تصاميم الرقص. لا تفوت أمسيته في 20 و21 من فبراير بدار الأوبرا السلطانية مسقط. احجز اليوم عبر rohmuscat.org.om. هل تستطيع أن تفكر في 1,000,000 طريقة لإنفاق 1,000,000 ريال؟ إذا فكر بسرعة، فهناك 1,000,000 ريال في انتظار من يفوز بها في شهر مارس مع حملة الكنز مليونير من البنك الوطني العماني. منحتني حماسا أكبر عندما رأيتها. إنها أشعرتني بالراحة من اللحظة الأولى، راحة أكثر من غيرها. لقد فاقت توقعاتي بكل المقاييس، لا تقاوم. منذ ذلك الوقت اخترتها لنفسي على الفور حتى دون أن أنظر لغيرها. سيارة نيسان صني الجديدة متوفرة بسعر 4,490 ريال عماني مع التسجيل المجاني وضمان لمدة 6 سنوات غير محدودة مجانا. للمزيد زوروا أقرب فرع لديكم لمعرض نيسان. نيسان صني، إنها أكثر من مجرد سيارة، إنها سيارة. اتصلوا الآن ب 80007665 لمزيد من المعلومات. تطبق الشروط. مع الكنز مليونير ستحصل على فرصة أخرى للفوز ب1,000,000 ريال في مارس. استثمر اليوم لتصبح مليونير عمان القادم. هلا FM 102.7 مزاجك بالعربي. حديث الاثنين. برنامج أسبوعي يأتيكم كل اثنين. قضايا محلية، رؤى شبابية، ومتابعة أهم المبادرات والظواهر في المجتمع المحلي. تابعونا عبر أثير هلا FM في حديث الاثنين عند 2 ظهرا مع تركي البلوشي. إذا مرحبا بكم مستمعي هلا FM على الموجة 2.7 مجددا. وحديث الاثنين هذا الأسبوع يناقش قضية اقتصادية ومتمثلة أيضا يعني ربطا بالمؤتمر الذي عقدته الجمعية الاقتصادية بالسلطنة، وركز على التنمية المستدامة وقضية التنويع الاقتصادي. وأيضا سنركز على الكلمة التي قالها يعني رئيس الجمعية العمانية أو الجمعية الاقتصادية العمانية الأستاذ الشيخ محمد
عبد الله الحارثي الذي ربما يعني ضرب المسمار الأخير كما يقول الكثير من المتابعين في نعش ربما نقول يعني أو ربما أو حسب ما قلتم أنتم أيضا في الرؤية 2020. دكتور نعود لك دكتور سعيد الصقري للحديث حول ما قاله يعني أو ما ذكرته كلمة الشيخ محمد الحارثي تحديدا عندما قال نحيل ضرورة إحالة الرؤية 2020 إلى التقاعد المبكر. يعني هو خلنا نكون صريحين مرة ثانية مثل ما كنا صريحين منذ البداية بأن الرؤية المستقبلية كما وضعت أهدافها في العام 1996 كانت رؤية طموحة جدا جدا، ولكنها حتى الآن لم تحقق كثير من الأهداف المرجو منها. نعم منطقيا دكتور سعيد يعني كم النسبة التي تحققت فعليا كأهداف محورية منها مثلا التنويع الاقتصادي التنمية البشرية هذه القطاعات الأساسية يعني مثلا نتكلم عن التنويع. نعم. التنويع الاقتصادي عادة لما نتكلم عن التنويع مثلا نتكلم عن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي. وفي حقيقة الأمر الصورة لم تختلف عن العام 96 كثيرا. نعم. فلا يزال القطاع النفطي في العام 2010 يساوي حوالي 56% من الناتج المحلي الإجمالي. نعم. وهذه نسبة طبعا عالية، ولكن لا نركز على هذا المؤشر لأن هذا المؤشر يتعرض أو يتأثر بارتفاع وانخفاض الأسعار، وربما الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر الناتج المحلي مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي كان بسبب ارتفاع النفط. ولكن هناك مؤشرات أخرى مهمة جدا جدا من ضمنها مثلا مساهمة قطاع النفط في إجمالي الصادرات لا يزال في حقيقة الأمر تشكل الصادرات النفطية حوالي 80% من إجمالي عائدات السلطنة من العملة الأجنبية، وهذه نسبة عالية جدا جدا. وبالتالي لا تزال الصادرات الغير نفطية والتي لا تعتمد على النفط متواضعة جدا جدا. كذلك مثلا من الأمور التي تستخدم للدلالة على التنويع هو مساهمة الواردات الحكومية أو مساهمة النفط في الواردات الحكومية. الإيرادات نعم الإيرادات بشكل عام. نعم. فالإيرادات لا تزال الإيرادات الحكومية من القطاع النفطي مرتفعة جدا جدا. في العام 2010 وصلت إلى 82%. نعم. وهذا أيضا يعكس ربما هذا الرقم ينعكس على الموازنة العامة للدولة في كل عام. الإيرادات الخاصة بموازنة كل عام يعني مرتبطة بشكل مباشر بإيرادات النفط والغاز. صحيح هذه مرتبطة بشكل مباشر. ولكن طبعا أي زيادة هذه المفترض بأنها تروح للصندوق الاحتياطي العام للدولة. نعم. وأن تكون هي البديل أو هو الادخار للأجيال القادمة. ما يتم ادخاره للأجيال القادمة في الصناديق السيادية. نعم. فأنا أعتقد ارتفاع وانخفاض سعر النفط لا يؤثر بشكل كبير على الموازنة، وإنما نحن نتخوف من اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية. وهذا هو السؤال يعني. نعم. طيب أستاذ صالح، وأنت أيضا يعني معني بشكل مباشر بالتخطيط، وأيضا الآن يعني تحضر ربما شهادة دكتوراه في مجالات متخصصة ربما في الاقتصاد تحديدا. سنعود إلى قضية ما يخص المجلس الأعلى للتخطيط، وهو مجلس يعني أسس مؤخرا بموجب مرسوم سلطاني، ورأى الكثيرون يعني بأن المجلس سيساهم في ربما في مسألة التخطيط المركزي يعني بالنسبة للخطط المقبلة. ولكن هناك من يقول بأن غياب إشراك الاقتصاديين الباحثين المتخصصين تحديدا والأكاديميين ربما في جامعة سلطان قابوس وجامعات أخرى، وربما جميع الاقتصاديين يعني وهي يعني أعضاء كثير من الأكاديميين والباحثين. كيف ترى هذا الجانب أيضا وأنت تتحدث عن المجلس الأعلى للتخطيط، والتخطيط تشمل يعني قطاعات مختلفة؟ هو حقيقة لنكن واقعيين،
المجلس الأعلى للتخطيط ما زال في طور الإنشاء، وخلنا شوي نكون دبلوماسيين شوية. لا نستطيع أن نحكم عليه منذ البداية. لكن هناك سؤال مطروح بأن في الجمعية الاقتصاديين تحديدا بأن لا يوجد، وهناك مطالبات، وحتى في المؤتمر ظهرت الدعوة إلى إشراك المباشر للاقتصاديين. نعم. احنا ندعو المجلس الأعلى للتخطيط أن يشرك الناس المختصين وتحديدا الاقتصاديين، لأنه أي عملية بدون التخصص وأهل الاختصاص لا تستطيع أن تشرح الواقع وأن يعني تطلع بحلول معينة وناجحة للوصول إلى الهدف. فيعني الآن احنا عندنا بعض المشاكل الاقتصادية وبعضها آنية وعاجلة جدا، نحتاج فيها إلى الرجل المختص الذي يشرح الواقع ويرى ما هي المشكلة وطريقة الحل. وما هي طريقة الحل؟ هل هي طريقة حل آنية أم هي طويلة مدى؟ احنا ما نريد مسكنات لبعض القضايا السريعة التي يعني تظل هذه أثر المسكنات بعد ذهاب الألم. المجلس الأعلى للتخطيط يعني أملنا فيها أن يستعين بأهل الاختصاص وهم الاقتصاديين في هذا المجال، وأتمنى منهم ذلك وأتمنى لهم كل التوفيق. يظل الأمر هل يستوي يعني الذين يعلمون والذين لا أنا أقصد يعني هل يستوي أن يكون المخطط هو المنفذ؟ يعني هل الدكتور سعيد، وهذا سؤال أيضا موجه لك، هل يستوي أن يكون المخطط والمنفذ هو المنفذ في نفس الوقت؟ لذلك هناك ربما هذه الدعوة من جمعية الاقتصاديين بأن الرؤى المقبلة، الخطط المقبلة، تدارك الوضع يجب أن يكون بإشراك كافة الأطراف. صحيح. هذا فعلا هذه هي الدعوة. ولكن لا يمنع بأن يكون المخطط هو المنفذ، ولكن في هذه الحالة هو حقيقة الأمر المجلس الأعلى للتخطيط هو الذي يشرف على عملية التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الوطن، ولكنه لا يقوم حقيقة الأمر بتنفيذ أنا أعتقد الاستراتيجية أيا كانت. إنما هناك مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو الذي يشارك في تنفيذ البرامج. المجلس يعني بالإضافة إلى طبعا إلى الآن مجلس الشورى والمجالس الأخرى التي تشارك في تنفيذ كثير من برامج الخطط. نعم. طيب هناك محور ركز عليه المؤتمر، وهو قضية وإلغاء التعمين، وأيضا ضرورة يعني تكريس ما يسمى بالتوطين، لأنه حسب الورقة التي ألقيت ممثلة للجمعية الاقتصادية بأن التعمين كأنه يعني هدية، أو كأنه ربما يعني أمر يعني ليس أساسي. الأمر الأساسي حسب ما يعني تتبناه الجمعية بأن التوطين. أيضا يعني نحاول التركيز على هذه الرؤية التي قدمتها الجمعية وركز عليها المؤتمر أيضا. هو أخوي تركي، أنا مع هذه وجهة النظر بقوة جدا. احنا لا يجب أن نجعل التعمين هو يعني الفرع والأصل هو الوافد، بل يجب أن يكون نسبة الوافد نسبة معينة. أما أن نفرض على المؤسسات نسبة التعمين هو هذه النسبة المعينة، فصار التعمين جزء والأصل هو الوافد. طيب هل تعتقد بأن الخطة السابقة أو الخطة التي يعني تم العمل عليها ولم تنتهي، بقت 7 سنوات على الخطة، هل استطاعت من أن تكرس هذا المفهوم، هذه الرؤية، هذه القاعدة؟ هو هذا اللي احنا نتكلم فيه، اللي هي الرؤية 2020. أنت تقول أخوي تركي ضرب مسمار في نعشة. أنا أظن النعش، أنا لا أقول يعني هذا ما قالت الجمعية. النعش قوي جدا، ضربت مسامير في النعش، ولكنه نعش ما زال قابل للبقاء جدا، لم يستطيع أن نحكم عليه بالوفاة، يمكن وفاة سريرية. لكن ما زالت لكن أنا أتمنى إذا كان صناع القرار يروا أن الرؤية 2020 صالحة ليشرحوا لنا لماذا ما زالت صالحة. إذا لم تكن صالحة، إذن نحن الآن نعمل على أي خطة، على أي رؤية، ما هي الرؤية التي نمشي عليها. أما إحنا الآن نتخبط بدون رؤى، أنا أرى هذا خطأ شنيع جدا. دكتور سعيد، هناك دعوة ظهرت مؤخرا بأن هناك رؤية 2040. نعم. ما هي أيضا يعني ما هي هذه الدعوة؟ نعم. هو في يعني خلنا قبل ما نتكلم عن 2040 خلنا نقول شوف، ليس هناك خلاف على أهداف الرؤية
الرؤية 2020. لكن هناك الخلاف على السياسات وعلى التطبيق طبعا. لأن شوف أهداف التنويع هذه أهداف أعتقد لا يمكن أن نتجاوزها. تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، تنمية الموارد البشرية، المحافظة على المكتسبات وزيادة متوسط دخل الفرد. هذه الأهداف أنا أعتقد في أي خطة كانت موجودة هناك اتفاق على هذه الأهداف، وهذه أهداف ضرورية وأساسية، وإنما الخلاف على السياسات. نعم هناك الحديث عن 2040، وأنا أعتقد وأجزم ربما بأن ربما المجلس الأعلى للتخطيط لا يزال يفكر ويتحدث عن 2040، ولكن حتى الآن 2020. لكن دكتور سعيد هناك يعني ظهر يعني هناك كلام عن خطة، عن رؤية جديدة ظهر في الإعلام. أيوة بمسمى 2040. إذا نعم. هل هناك تجاوز؟ هل هناك يعني محاولة نسيان أم ماذا بالضبط؟ أنا حقيقة ما أقدر أقول هل هناك تجاوز أو نسيان، لكن أنا أقدر أقول لك من واقع اللي أعرفه بأن هناك حديث الآن وهناك تركيز حقيقة. ركزت 2040 حتى الآن اللي أنا أعرفه على مسألة إيجاد فرص عمل، لأنه هو يبدو بأن إيجاد فرص العمل صار الآن هو حديث الساعة، وهذا تحدي كبير جدا جدا. وبدليل في المرة الأخيرة الندوة التي أقيمت في سيح الشامخات كانت عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهدف منها هو إيجاد فرص عمل، لأن عادة في كثير من الدول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الموظف الأساسي. نعم. والحال معكوس معنا هنا طبعا. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا توظف عدد كبير من الناس. نعم. فأنا أعتقد حتى الآن اللي أنا أعرفه واطلعت عليه بأن 2040 الآن التي يتم الحديث عنها والترويج لها تركز على هذه المسألة. إذن عودة إلى قضية التوطين تحديدا دكتور سعيد. وربما أنت ممكن كنوع من التفصيل أن تركز عليها بما أنها مرتبطة بما يسمى ب 2040 أو الرؤية الاستراتيجية 2040. كيف لماذا أصبح التوطين فرع وأصبح التعمين هو الأصل؟ يعني التعمين عفوا يعني لماذا التوطين أصبح الفرع والتعمين هو الأصل كونه يعني الإحلال ما يسمى بالإحلال؟ قبل ما ننتقل لهذه النقطة فقط، إذا كان هناك خطة 2040 أنا أتمنى وأوجه رسالة إلى صانع القرار، ماذا نعمل من الآن إلى 2020؟ يعني الآن احنا في 2013، يجب أن تبدأ من اليوم الخطة، مش تبدأ من 2020 إلى 2040. إذا كانت 2020 غير صالحة لنبدأ من اليوم مباشرة في خطة جديدة. لا يجب أن نتأنى في هذا الوضع، لأنه لابد أن تكون الرؤية واضحة، لأن هذا وطن وثروات ومقدرات بلد وخطة مستقبلية يجب أن نبدأ فيها فورا الآن. تبدأ 2013 إلى 2040 أو إلى 2050 أو إلى آخره، بس ننتظر 8 سنوات نايمين إلين 2020 وبعدين الآن نؤمن الكل صار يتكلم أن 2020 غير صالحة، 8 سنوات نايمين. أنا أعتقد أنه هذا خطأ. إذن دكتور عودة على نفس المحور، أن ما يسمى ب 2040 كمقترح كتصور كفكرة كمفهوم يعني جديد يحاول أن يتم تنفيذه ربما من الحكومة أو تتبناه الحكومة. أعود إلى الرسالة التي يعني التي وجهها المؤتمر فيما يسمى بالتوطين. نعم. لدينا مشكلة فيما يسمى بتوطين الوظائف وتوطين الأعمال. نعم صحيح. هو في حقيقة الأمر يعني أنا أعتقد هذا الإشكال جاء بسبب لعدة أسباب، من ضمنها أو على الأقل من ضمن الأسباب التي تثار حول إعطاء المواطنين فرص عمل في القطاع الخاص كان بسبب احتجاج القطاع الخاص بأن ليست هناك كوادر مؤهلة، والكوادر المؤهلة ربما لا تقبل بالأجور الموجودة ولا تعمل وليست منتجة وغير منضبطة إلى آخره من هذا الكلام. ولكن أنا أقدر أقول بأن هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، بدليل هناك قطاعات تحتاج إلى مهارات عالية جدا جدا وبحاجة إلى وتحتاج إلى انضباط شديد، وأثبت العماني كفاءتها واستطاع أن ينافس، بل استطاعت أن تحقق نسب تعمين، ولو أننا نحن ما نحب هذه الكلمة، ولكن استطاع المواطن أن يثبت
مكانة في هذه القطاعات. على سبيل المثال القطاع المصرفي والمالي. هذا القطاع المصرفي والمالي عندما حقيقة أصدر صاحب الجلالة السلطان تعليمات بضرورة تأمين هذا القطاع، صارت هناك ربكة شديدة جدا جدا، واعترضت البنوك والمؤسسات وقالت هذه لا توجد مثلا لا يوجد العماني الذي يستطيع أن يحل كثير من الوظائف والمهارات الغير موجودة إلى آخره من هذا الكلام. لكن الآن كم نسبة التعمين في القطاع المصرفي؟ 92%. نعم. هناك 8%، وربما هو أكبر قطاع تقريبا، القطاع المالي تحديدا. نعم، وهذا الحقيقة. ولكن هناك إذن إرادة سياسية كانت واضحة جدا جدا. أريد أن أحقق نسبة تأمين أو خلنا توطين عالية جدا جدا في هذا القطاع. نعم. أنا أعتقد نحن بحاجة لمثل هذه القرارات. نعم. حتى نتجاوز هذا الإشكال. طيب الآن هناك دعوة لتكريم الرؤية 2020، وأنا يعني هذا انعكاس لما قيل في المؤتمر تحديدا، ونعكس اليوم في هذا البرنامج في حديثنا عن التنمية والمستدامة والرؤى الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومة في مجال الاقتصاد. دعوة لتكريم الرؤية 2020 بحالتها للتقاعد المبكر، حالها حال أي موظف يتجاوز يعني عمره الافتراضي في الحكومة كما يقول البعض. فدكتور وأيضا الأستاذ يعني دكتور سعيد وأيضا الأستاذ صالح السعيد، كيف تنظرون لهذه الدعوة؟ ما هي المقترحات، الأفكار، الخطط البديلة والعاجلة حسب ما تراه الجمعية المفترض أن تحدث في الأيام المقبلة؟ أنا أعتقد التوصيات التي انبثقت عن المؤتمر فيها الكثير من البدائل المتاحة، وأعتقد إذا تم الأخذ ببعض التوصيات هذه ستحل لنا القلق والخوف الذي ربما يثار حول مستقبل التنمية في عمان. نعم. ومثل ما قلنا سابقا يعني المشاكل واضحة والحلول ربما غير معقدة إذا اشترك الجميع في صياغتها. نحن نؤكد على مسألة أن يكون القائمين على التخطيط ناس متخصصين، وأن تشارك جميع الأطراف المهمة في المجتمع على تشكيل رؤية جديدة لمستقبل التنمية في عمان. نعم. لنكن أكثر عمليين. أنا أرى يعني أنه يتم إعداد يعني دليل وطني للتنمية، يعني كما اعتمدت الجمعية ذلك، وهو دليل وطني للتنمية يمثل رؤية استراتيجية جديدة للسلطنة تتسم بالديناميكية ولمواجهة التحديات المستجدة. نعم. وضمان تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة. نعم. الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أرى أن يتم إعداد استراتيجية خاصة بالتنويع، ولا نبالغ كثيرا في قضية التنويع لأنه قد يستصعب، يعني احنا لا نريد ان نقفز يعني مثلا اعتمادنا على الايرادات النفطيه من 80% الى لنقل 20%، هذا مستحيل. ما اذا كان النفط يعني ما زال في المعادله فيستصعب هذا الامر، لكن لنكن واقعيين، تقل النسبه من 80 مثلا الى 50 او الى 40 او الى اخره مثلا من الايرادات النفطيه، لتقل مثلا الصادرات النفطية من يعني ما يقارب أعلى من 80 إلى نسبة أقل من ذلك، لتكون الصادرات الغير نفطية ترتفع قليلا إلى حدود 40%، لتزيد نسبة مشاركة في الGDP للقطاعات الأخرى، ويتم تنويع القاعدة الإنتاجية. نعم. إذن يعني هناك توصيات خرج بها المؤتمر، وهناك أيضا ربما حلول واقتراحات خرج بها المؤتمر. سنتحدث عن هذه التوصيات التي أعلنتها أو تبنتها ربما الجمعية الاقتصادية في السلطنة، وسنتحدث عن المحور الأخير الذي طرح عن طريق الجمعية الاقتصادية فيما يسمى عمان التي نريد، بعد هذا الفاصل الإعلاني. هلا FM 102.7 مزاجك بالعربي. هل تفقدت العروض الجارية حاليا عن الأدوات الإلكترونية في كارفور؟ لا تقوليها، لقد وجدت تلفاز أحلامي، لكني متردد قليلا بسبب قرض سيارتي حاليا. إن
حلمك سوف يتحقق. مع كارفور وشريكهم المصرفي هذا الموسم يمكن أن تشتري أي شيء غالي الثمن والدفع خلال 10 أقساط مجانا. ممتاز، دعينا نذهب. في هذه الحالة يمكن أن نشتري هاي فاي كذلك. كارفور أكثر بكثير من مجرد توفير. زوروا أقرب فرع كارفور لمزيد من التفاصيل. تطبق الشروط والأحكام. السباق العربي الأول للإبحار الشراعي عبر أمواج الخليج يعود من جديد. تفخر عمان للإبحار بتنظيم النسخة الثالثة من الطواف العربي للإبحار الشراعي لبنك EFG. تابعوا السباق الآن وشجعوا فرقكم، خاصة بوجود 4 قوارب عمانية من بين 9 المشاركة في الطواف، والتي ستعبر 8 محطات جميلة عبر مياه الخليج العربي. لمزيد من المعلومات زوروا sailingarabia.com أو تابعونا على صفحة عمان سيل بالفيسبوك. كما يمكنكم الاطلاع على آخر مستجدات السباق حيثما كنتم بتثبيت تطبيق الطواف بهواتفكم باسم سيلينج أرابيا. هلا FM 102.7 مزاجك بالعربي. حديث الاثنين. إذا عودة إلى المحور الأخير في برنامج حديث الاثنين لهذا اليوم، والحديث أو الجزء الأخير من هذا الحديث الذي يتحدث عن الرؤية 2020 والتنمية المستدامة في السلطنة. وأيضا هل السؤال الأول والسؤال الأهم هو هل أحيلت الرؤية 2020 إلى التقاعد المبكر كما يعني تبنت هذا المفهوم الجمعية الاقتصادية؟ وسنتحدث عن عمان التي نريد، لكن بعد أن يحدثنا الأستاذ صالح سعيد مسن وهو أيضا أمين سر الجمعية الاقتصادية حول التوصيات التي أعلنها المؤتمر التي تبنته الجمعية الاقتصادية، ولكن تركيز على أبرز التوصيات. هو حقيقة هناك تقريبا 11 توصية، ولكن أهم هذه التوصيات هو إعداد دليل وطني للتنمية، التركيز في عملية التخطيط والتقييم للتمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إعداد استراتيجية خاصة بالتنويع الاقتصادي، التأكيد على الاستقرار الاجتماعي، وهذه نقطة مهمة جدا، على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية عادلة ومنصفة يتطلب الأخذ بالبعد الاجتماعي وسعادة الأفراد، وضع آليات كفيلة بالربط المباشر بين الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية الخمسية والرؤية المستقبلية. يعني لابد أن يكون هناك ربط بين الموازنة والخطط والرؤية طويلة المدى. إذا فك هذا الربط صارت الخطة طويلة المدى يعني ليس هناك ترابط بين عناصرها. لابد أن يكون هناك اعتماد خارطة طريق للتحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، دعم الابتكار والبحث العلمي والاستثمار في مجالات الاقتصاد ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، توفير قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. احنا نفتقد أننا إذا لم تقم هذه الخطط على إحصائيات، احنا نفتقد الأساس الرئيسي في هذه الخطط، فلا بد أن يتم توفير قاعدة إحصائية سليمة وصحيحة لأجل أن يصل المخطط إلى النتيجة التي يرجوها. نعم. إذن هذه أبرز التوصيات التي ركزت عليها الجمعية في مؤتمر التنمية المستدامة، وسنتحدث أخيرا، ولكن قبل ذلك يعني أذكر المداخلة لسعادة عضو مجلس الشورى توفيق اللواتي الذي أرسل رسالة في متابعته للبرنامج، وذكر بأن الإنصاف والخلل ليس في محاور مرتكزات وأهداف عمان 2020 كما ذكرتم، وهو يتفق معكم في هذا الموضوع، لكن يرى سعادة توفيق اللواتي وهو عضو مجلس الشورى بأن الخلل في برامج العمل للوصول إلى الأهداف المتمثلة في تنويع الدخل، وهو يسأل سؤال: ما هو أداء الصناعات الثقيلة، الصناديق السيادية، الاستثمارات الأجنبية؟ وأيضا يرى من منظوره أيضا أن التعليم ليست المشكلة، وإنما آلية التنفيذ هي المشكلة في الرؤية 2020. ويقول أيضا بأن أي خطة أو رؤية جديدة ستشمل معظم محاور 2020، لأن المشكلة في تحويل الخطة لبرامج عمل وتنفيذ مراقبة الأداء، وليس المشكلة في أهداف البرنامج. هذا ما يقوله عضو مجلس الشورى توفيق اللواتي حول الخطة 2020. سنتحدث أخيرا في المحور الأخير ومعك الدكتور سعيد محمد الصقري عضو الجمعية الاقتصادية العمانية، وأيضا مع صالح سعيد مسن أمين سر الجمعية الاقتصادية العمانية،
المحور الذي تبنته الجمعية الاقتصادية العمانية، عمان التي نريد فيما يخص القطاع الاقتصادي. أتمنى أنك تتحدث عنها دكتور. نعم، أنا أعتقد في البداية يجب أن يتفق الجميع على تحديد الأولويات. نعم. الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يجب أن يجلس الجميع وأن يحدد الأولويات. ما هي أولوياتنا في ما يخص التنمية؟ هذه كبداية، وإذا ما حددنا واتفقنا على الأولويات التي ستحقق التنمية، وليست أي تنمية إنما تنمية مستدامة قادرة على الاعتماد بعيدا عن الاعتماد على موارد ذاتية متجددة بعيدا عن النفط. نعم. أنا أعتقد يجب أن نضع الموارد المالية اللازمة للنهوض بهذه التنمية. ممكن أن نضع قائمة ونتفق حولها ونتفق على ما هي الأولويات، ولكن إن لم تخصص لها الموارد المالية اللازمة لن يمكن تحقيق هذه. الأستاذ صالح، أيضا رؤيتك ويعني رأيك في عمان التي تبنتها الجمعية الاقتصادية العمانية. أنا أقول أن إحنا قطعنا شوط طيب وجيد في عمان، ونتمنى أن نبني على المقومات الأساسية التي وصلنا إليها، وأن نضع من الآن ما هي عمان التي نريد. لا أستطيع أنا أن أحدد معالم عمان التي نريد، لابد من المشاركة الجميع في عمان التي نريد. المشاركة يجب أن تكون بين الجميع، المجتمع المدني، مثقفين، اقتصاديين، أخصائيين، قطاع خاص. لابد أن المشاركة تكون تكاملية بين الجميع، ويجب أن نحدد ما هي الأساليب. إذا كان هناك قناعة اجتماعية وقناعة شعبية وقناعة عند المسؤولين وصناع القرار، وتم التقاء هذه القناعات مع بعض، ليس هناك أبدا حاجة مستحيلة جدا، لكن لابد أن يكون الإيمان كبير جدا، والهدف حتى لو كان عاليا وكبيرا يستسهل الوصول إليه بالإرادة الكبيرة وبالخطى الواثقة وبالخطط العملية المدروسة. لابد أن تكون هناك نفس شيء متابعة للخطط، وليس مجرد وضع خطط. مثل ما قالوا الإخوان، أهداف 2020 جدا ممتازة، لكن ليس هناك فرق تنقل هذه الخطط إلى واقع عملي. نعم. إذن يعني بهذه الآراء الأخيرة من الدكتور سعيد محمد الصقري، عضو الجمعية الاقتصادية العمانية وهو باحث ومختص في الشؤون الاقتصادية، وأيضا الأستاذ صالح سعيد سالم مسن وهو أمين سر الجمعية الاقتصادية وأيضا خبير في شؤون التخطيط، وحول الآراء التي خرجت بها الجمعية الاقتصادية في مؤتمرها الأخير، مؤتمر التنمية المستدامة، في دعوة لإحالة وتكريم الرؤية 2020 إلى التقاعد المبكر. نختم بهذه الرؤية برنامج حديث الاثنين لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في قضية أخرى الأسبوع المقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الاثنين، برنامج أسبوعي يأتيكم كل اثنين، قضايا محلية، رؤى شبابية، ومتابعة أهم المبادرات والظواهر في المجتمع المحلي. تابعونا عبر أثير هلا FM في حديث الاثنين عند 2 ظهرا مع تركي البلوشي. هلا FM 102.7 مزاجك بالعربي.